اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد وفيديو قعدة المحلي. النهارده ان شاء الله عندنا مواضيع كتيرة جدا سواء عن نادي الزمالك او نادي الاهلي، والنهارده برضه معانا ضيفين. وازيك يا محمد عامل ايه؟ اهلا بيك يا عمر. ازيك يا علي؟ اهلا بيك. النهارده ان شاء الله هنتكلم في مواضيع كتيره، وخصوصا ان ماتش الاهلي بكره شباب بلوزداد. وخلينا ابدا بالماتش بتاع بكره ده، وهو سؤال لمحمد ايمن، واقول لك يا محمد بكره ماتش الاهلي شباب بلوزداد في الجوله الثالثه من بطوله دوري ابطال افريقيا، وخصوصا ان اداء الاهلي مش كويس نسبيا في اخر 6 ماتشات، عدى ب3 فوز و3 تعادل ورا بعض. اخر 6 ماتشات طبعا للاهلي الاداء فعلا مش احسن حاجه. بس في نفس الوقت برضو الفريق عامل 3 فوز و3 تعادل. اي نعم، اخر تعادل لديانج افريكانز كان يعني تعادل بطعم الهزيمه، عشان الاهلي كان ساعتها يستحق الفوز. كنت ممكن تحققوا الفوز بالجول ده دخل بالظبط في الاخر. كده. بس غلطات الدفاع طبعا المتكرره للاسف، وسرحان نص الملعب. مم. وفي نفس الوقت مسلسل تضييع الفرص اه. الكتير. مم. وهنا ممكن أتطرق في نقطة المهاجم. اه. الأهلي برضو في نفس الوقت الأهلي جاب اسم كبير، أنتوني موديست. بس في نفس الوقت برضو إصاباته متكررة. بفلوس موديست كنت ممكن تجيب مهاجم أعلى إمكانيات، أقل سن. مم. أنا من رأيي إن الأهلي لازم يشتغل في يناير عن تدعيم الهجوم، سواء بمهاجم محلي أو مهاجم أوروبي أو إفريقي، مع توجيه الشكر لموديست. خصوصا أو افريقيا في شهر واحد، يعني قدامك فرصه ان بالظبط انت كده. تجيب. وفي نفس الوقت كان في كأس العالم للشباب تحت 17 سنة. مم. في منتخبات كويسة لعبت في كأس العالم. منتخب مالي فيه لعيبة كويسة كتير. فلو إدارة السكاوتنج في النادي الأهلي ساعتها مركزة في الكأس العالم، ممكن تطلع لعيبة كويسة. بعد كده المفروض دلوقتي إن الأهلي بإذن الله بكرة عنده ماتش مهم ضد شباب بوليسداد. بإذن الله إن الأهلي يحقق الفوز، بس أهم من تحقيق الفوز هو الرجوع الثقة للجمهور تاني في اللعيبة مم. وفي الأداء الكويس. كولر للأسف الفترة اللي فاتت تغييراته بتبقى متأخرة شوية. متأخرة جدا. بس في نفس الوقت برضه هو الراجل مش هنقدر نلوم عليه إن عنده لعيبة بتضيع أهداف. يعني الماتش اللي فات يانج افريكانز، انت رحت ساعتها بانفراد كريم فؤاد ضيع انفراد غريب. عندك كرة طاهر اللي في الدقيقة 95، اللي هي كرة تخليك أصلا تكسب مباراة بعد ما كنت متعادل. كذا كورة في الماتش بتتعمل للعيبة برعونة شديدة، زي مثلا كرة حسين الشحات، كرة كهربا، الجون كان بيرسي فاضي. تاو. برضو بيرسي تاو الأداء متذبذب بتاعه شوية. مم. حسين الشحات شبه ما كانش موجود في الماتش. إمام عاشور كان تايه في الماتش برضو. يعتبر من أحسن اللعيبة في المباراة كان ديانج وياسر إبراهيم. ألوم طبعا على الشناوي في الجون. انا شايف ان الجون غلطة الشناوي، وفي نفس الوقت برضو غلطة إيليو ديانج. مع ان عمل مباراة هايلة إيليو ديانج وياسر ابراهيم. للاسف هو الجون يعتبر غلطتهم هما الاتنين اتعازموا على الكورة في كورة ملهاش لازمة في وقت ملوش لازمة. بس فأتمنى إن شاء الله بكرة إن اللعيبة تأدي كويس. طبعا آخر نقطة ممكن أتكلم فيها في موضوع المهاجم، إن حتى لو هتصبر على أنتوني موديست لغاية الصيف، في نفس الوقت لازم تكون شغال من دلوقتي على تدعيم المهاجم بأسلوب قوي. الإدارة في نفس الوقت لازم تساعد كولر برضو إن هي توفر له السيولة المالية، بحيث ان الكولر اللعيب اللي يختاره لإدارة الأهلي مثلا ما تقولوش البادجت بتاعتي قليلة، البادجت بتاعتي مش هتقدر ان انا اجيب اللعيب ده. فانا زي ما انا هجيب اللعيب زي ما انا هستفاد منه برضو. يعني انا لو جبت اللعيب 23 سنة 24 سنة لعب معايا موسمين 3 4، في نفس الوقت انا بعمل له تسويق بالظبط، لأوروبا. كنت لسه اقول لك انت كمان بتسوقه. الخليج دلوقتي زي ما حضرتك شايف. السعودية دلوقتي شغالة ازاي، ايوه. الامارات برضو، قطر ابتدت تدخل في الموضوع. فزي ما يعني زي ما هتجيب اللعيب بفلوس كتير، زي ما هتبيعه تستفاد منه برضو. صحيح. ومن هنا هروح لعلي، وهي قصة المهاجم في النادي الاهلي. انت ايه رأيك في قصة المهاجمين من ساعة عماد متعب؟ تقريبا من ساعة ما اعتزل ومفيش مهاجم خلينا نقول كويس، وده لفظ كويس جدا، يعني اللي هو مهاجم كويس جه للنادي الاهلي من ساعة عماد متعب. طيب احنا هنتكلم ارقام. مم. 2016 او 2017 مش متذكر قوي يعني. وليد ازارو جه الاهلي
وخلص السيزون هداف الدوري. صحيح. السيزون اللي بعده وليد ازارو ما كانش مستواه احسن حاجه، راح الاهلي بايعه. جاب بعديه مش متذكر، كان بعد ازارو، يعني مش متذكر كان مين قوي يعني، بس هو السيزون ده السيزون اللي بعده على طول الاهلي هجوميا ما كانش احسن حاجه، لحد ما جه محمد شريف بعد كده رجع تاني هداف الاهلي على الدوري. الطريق وخد هداف الدوري زي ما وليد ازارو عمل. بس هنتكلم كمهاجم افريقي، الاهلي ما جابش مهاجم افريقي ليه اسمه او ملاش اسمه، عشان ممكن في اسامي كتير جت ما لها، هو يعني ما عملش بصمه في الاهلي صحيح. زي ما وليد ازارو عمل او زي محمد شريف عمل. اللي انا بعتب على اداره الاهلي ان هم مشوا على محمد شريف، يعني محمد شريف في اسوأ حالاته كان احسن من اي حد موجود دلوقتي. صحيح. كهربا بقى، موديست، صلاح محسن، ايا كان الاسم. حسام حسن ما خدش فرصته، حسام حسن اتظلم صحيح. برضه في الاهلي. واحمد ياسر ف ريان لما كان في الاهلي ما خدش يعني فرصته. الاهلي في الحته الهجوميه دي او خصوصا في الحته الافريقيه للمهاجمين الافارقه اللي بيجيبها مش احسن حاجه بصراحه. وخليني من الاهلي دلوقتي اروح لنادي الزمالك، وهي فكره اللي احنا عايشين فيها كزملكاويه دلوقتي، وهو فتوح بعد الازمه اللي عملها في ماتش زد يوم المعسكر اللي هو قبل الماتش بيوم، مم. ومشيانه من معسكر والناس كلمته وانا مش راجع وبتاع عشان اقضي سهرتي والكلام اللي كله اللي حصل ده. هل انت شايف دلوقتي فتوح لو اعلن اعتذاره مجلس الاداره يجدد له، وخصوصا ان هو الكلام اللي طالع دلوقتي ان هو عايز يجدد بطلبات مجلس الاداره، ولكن بشرط ان هو ياخد اللي هي الدفعه الاولى تبقى دفعه كبيره شويه عشان عايز ديونه. تعاقد كبيرة شوية بس مش قوي يعني، مش زي كان في الأول. طيب هنتكلم كفتوح كإمكانيات لعيبة، هو طبعا من أحسن هايل. الباكات الموجودة في مصر وأفريقيا. مم. بس الزمالك كزمالك، كان اسم نادي الزمالك ككيان نادي الزمالك ما بيقفش على اللعيب يعني. هنتكلم على محمد عبد الشافي، 38 سنة، بيأدي في الملعب ولا كأنه عنده 20 سنة. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. عندنا في قطاع الناشئين باك ليفت هايل اسمه محي جمعة، قريب قوي هيتصعد، لعيب هايل جدا، ولعب ماتش الاهلي اللي كان في نادي 2003. الزمالك وعمل ماتش فوق الروعة، وكان فتوح قاعد بيتفرج في ايوه. الماتش ده. ففتوح يعني مش هقول ندمان، بس فتوح راجع حساباته تاني، وشاف ان نادي الزمالك هو اللي عمل اسم فتوح. ونادي الزمالك مش نادي صغير، لا نادي الزمالك ده نادي كبير، من اكبر الانديه في افريقيا. مش هنقول اكبر نادي في افريقيا عشان برضه الناس ما تتضايقش، عشان الناس بتاخدها على قلبها قوي يعني. بس نادي الزمالك ده يعني ياما طلع ناس وياما اسمه ده بس كده، زي او انت ما قلت في الاول ما مش هقول بيقفش لك على حد. اسمه. يعني الناس كان كده يعني ايه، بتحب تعدي من قدام سور النادي، مش هقول لك بالظبط. بتحب تخش النادي. فالزمالك ما بيقفش على حد. وفتوح هقول لك حاجه مثلا، فتوح كان طالب فوق ال 20 مليون في السنه، فتوح مش هياخد ولا 20 ولا 15 حتى، فتوح هياخد اقل من كده، وهيجدد مع الزمالك بشرط ان الاداره زي ما قالت يجي يقدم اعتذار للجماهير قبل الاداره، لان الجماهير هي رقم واحد في كل الكلام ده. طبعا. الجماهير هي سبورت للنادي، هي سبورت للعيب، هي سبورت كل المنظومه دي. فيعني وفي ناس بتتدخل وسائط زي كابتن ميدو، زي كابتن حازم امام، مم. بيتدخلوا ان هم يحلوا الموقف. يعني الموضوع في طريقه الى الحل، فان شاء الله خير يعني. وبس برضه ارجع اقول لك، فتوح قعد، فتوح مشي، الزمالك ما بيقفش على لعيب. ومن السؤال ده فانا بحب اسالك يا محمد، انت لو اتعرض عليك احمد فتوح مقابل ان علي معلول يمشي، هل انت شايف ايه في الصفقه دي عامه لو هتتم؟ يعني انت رايك ايه اصلا؟ رأيي ايه؟ هو طبعا بالنسبة لكل اهلاوي علي معلول ايقونة واسطورة اهلاوية حية، من احسن الاجانب اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، من احسن باكات الشمال اللي لعبت للنادي الاهلي طبعا صح. على مر العصور، سواء ياسر ريان، سيد معوض، جilberto. انا بالنسبه لي انا محمد عبد الوهاب الله محمد عبد يرحمه. الوهاب طبعا الله يرحمه. بالنسبه لي انا علي معلول اسطوره واسطوره حيه. وبالارقام وبالارقام مش طبعا، بالكلام، يعني بالارقام. مش محتاج اتكلم كتير عن علي معلول. زي ما قلت لك برضو، هي الفكره دلوقتي في النادي الاهلي ازاي اجيب بديل لعلي معلول. طبعا بالنسبه للاهلاويه وبالنسبه لي انا كمشجع اهلاوي مفيش بديل لعلي معلول في افريقيا كلها.
بس ده علي معلول دي تعب، علي معلول طبعا ارهق. مفيش حد بديل علي ليه. معلول ارهق وتعب للاسف، لانه كمان موضوع السفر مع منتخب بلاده تونس، مم. وفي نفس الوقت في علامة استفهام كبيرة ان مهما يسافر برضو مع المنتخب بتاعه، مدرب منتخب تونس في نفس الوقت برضو مش بيلعبه، بيلعب على حسابه الباك شمال برضو محترف في فرنسا. العبد. وفي نفس الوقت برضو يعني يعتبر ده إرهاق أصلا على علي معلول السفر. بدنيا وذهنيا. يعني في نفس الوقت اللعيب بيبقى بيدور على راحته، وفي نفس الوقت بيدور على أكتر وقت المفروض يلعب فيه، في نفس الوقت اللياقة البدنية ازاي هتساعدني الفترة اللي جاية. فزي ما شفنا عموما كأهلاوية، شفنا مستوى علي معلول الفترة اللي فاتت مش أحسن حاجة طبعا، بدنيا واضح إن هو متأثر جدا اكيد. من المجهود. علي معلول جاي الأهلي 2016، من 2016 شوف احنا احنا دلوقتي في سنة داخلين على داخلين على 24. 24. انت بتتكلم 8 في 8 سنين. سنين. علي معلول شبه استهلك في النادي الأهلي. انت بتتكلم 8 سنين ملوش بديل بالظبط حرفيا من كده. ساعة ما وما جه. جبت صبري رحيل، جبت كذا حد في نفس المكان ده، جبت حسين السيد لعبته في نفس الوقت. مفيش حد بيديك التوازن الهجومي زي علي معلول. اي نعم في هفوات دفاعية، بس في نفس الوقت هجوميا لا مثيل لعلي معلول بصراحة كباك شمال. تيجي تقول لي بقى فتوح يجي على حساب علي معلول؟ بالنسبة لي أنا يعني كإدارة النادي الأهلي، وإن أنا أدخل في المفاوضات دلوقتي مع فتوح هتبقى صعبة. صعبة من جهة إن أنا إزاي هكلم لعيب وفي نفس الوقت هو لسه أصلا يعني لسه معاه في عقده وقت. لسه اخر السيزون. بالظبط كده. بس في نفس الوقت يعني أنا لو كأهلي عايز أكلم فتوح هكلمه في يناير، وفي نفس الوقت مش هكلمه مثلا من فراغ، إلا لما أكون مثلا سألت كولر: هل يا مستر كولر أنت محتاج أحمد فتوح معاك؟ بمعنى صح، بتبقى الصفقة جماهيرية، مدير الفني عايزه اجيبه، مش عايزه يبقى ما اخشش بالظبط معاه في اي كده، حاجة. عشان برضو ما اعملش بلبلة وفي بقى يعني تعصب ما بين جمهور الاهلي والزمالك والادارات. وفي نفس الوقت انا يعني بعمل الحاجة اللي عايزها المدرب بتاعي. ومن هنا بروح لعلي في سؤال، وهو بعد إقالة أوسوريو، وعايزك برضو تتكلم على أوسوريو لو عايز تتكلم عليه، وهي فكرة إن أوسوريو أقال بعد ماتش زد وخسارة الزمالك 2-1، وتعيين معتمد جمال، وخصوصا إن معتمد جمال النهاردة مضى رسميا العقود إن هو كمدير فني مؤقت لنادي الزمالك. عايزك تقول، وطبعا الأداء اللي اتحسن بشكل ملحوظ مع كابتن معتمد جمال، عايزك تقول لي إيه الفكرة من كل ده. طيب هنيجي نتكلم على أوسوريو. أولا أوسوريو لما جه الزمالك، اللي ما يقولش ان اسوريو طور من لعيبه الزمالك يبقى يعني ما اتفرجش على نادي الزمالك خالص. اسوريو اصلا يعني اول ما دخل طريقه ال 3 2 4 1 في مصر هنا، مم. اللي بيلعب بيها جوارديولا برضه في الدوري الانجليزي. يعني ممكن كواليتي اللعيبه ما ساعدوش قوي كنت لسه هقول لك. في تقديم الطريقه دي باحسن صوره. لان الطريقه دي محتاجه لعيبه كوره، يعني مش هقول لك 10 على 10، يعني ممكن نسبية أحسن من الموجودين دلوقتي. ده مش تقليلا من الموجودين دلوقتي، بس هي الطريقة دي محتاجة للعيبة دي. سوريو عمل نتائج كويسة مع الزمالك في الأول. الزمالك كان بيكسب 5 و4 و3. مم. كان في ماتش سموحة كان من أحسن الماتشات اللي لعبها الزمالك. يعني فأوسوريو في ماتش زد، مش هقول اللعيبه يعني كانت عايزه تمشيه زي ما الناس بتقول، بس لا يعني هو كان الماتش كان في كان حاجة سيء غلط. جدا بصراحه. ف اوسوريو مدرب كويس. وبعد ما الاداره مشيته، جه كابتن معتمد جمال. كابتن معتمد جمال يعني جاي من مدرب عام في نادي المقاولين على نادي الزمالك، كان على ماتش بيراميدز نهائي كاس، سيمي نص فاينال سيمي نهائي. فاينال سيمي فاينال كاس. كان ماتش صعب جدا. بلعب ماتش الكاس وفي لعيبه عندي غايبه، بلعب ماتش الكاس قدام بيراميدز من اقوى الفرق في الدوري. سكواد عالي جدا، طبعا. سكواد فاليو كبير جدا.
انه يقدر يلعب ماتش زي ده بالسكواد اللي معاه ويكسب الماتش. كسب ضربات جزاء بس رجع في الماتش في رجع الدقيقة 3 مرات. 92 93 دونجا جاب الجون التعادل. الشوط التاني اتأخرنا تاني بجون مصطفى فتحي، رجعنا تاني بجون سامسون. اتأخرنا تاني في الشوط التاني من الاكسترا تايم بجون محمد حمدي، رجعنا بناصر منسي. فالماتش كان صعب جدا على كابتن معتمد، خصوصا ان ده اول ماتش والحمد لله كسبنا. جينا في ماتش بعد ماتش بيراميدز، كابتن معتمد كان جات له فتره توقف كويسه انه يقدر ينفذ افكاره مع الفرقه، ولعب ماتشين ودين فعلا مع فرقه توت عن خامون وكسبها 2-0. ولعبنا مع الهلال الليبي وكسبناه برضو. جه بعد كده ماتش افريقيا، كان اول ماتش، كان ماتش نسبيا ما كانش احسن حاجه لنادي الزمالك. عملنا بوزيشن عالي جدا في الماتش ووصل اوقات كتيره ل 80 و85%، بس بدون بس بدون فاعلية. فعاليه على الجون، بدون خطوره على الجون. يعني الجون جه من كورنر زيزو. يعني فالماتش ده ما كانش احسن حاجه. جه الماتش اللي بعده كان ماتش فيوتشر، كان ماتش كويس جدا جدا جدا. بدأ يكون في شكل للزمالك في الملعب في ماتش فيوتشر. جونين برضو يعني من كرات ثابته برضو، ضربه جزاء وكورنر. بس في جمل بتتعمل في الملعب، في شكل في الملعب. جينا ماتش بعد فيوتشر، جينا في ماتش اسمه ايه سجرادا. آه، نسبيا في ماتش سجرادا ده يعني من احسن الماتشات اللي الزمالك عملها من بعد اسوري ما مشي. لان معتمد جمال وظف اللعيبه في مركزها يعتبر الصح. مم. مشي بطريقه 3-4-3. آه، شيكابالا له دور مؤثر جدا 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 في الملعب اكيد وبره طبعا. الملعب. شيكابالا من اعظم اللعيبه اللي جت في نادي الزمالك. شيكابالا ناقص له 8 او 9 ماتشات يبقى اكتر لعيب في نادي الزمالك لعب ماتشات في الدوري. بالظبط. فيعني شيكابالا له دور كبير جدا جدا في اللي بيقدمه واللي هيقدمه. مع ان شيكابالا عنده 38 سنة، فاللي يقول شيكابالا خلص كورة واللي شيكابالا خلاص انتهى، لا شيكابالا ما انتهاش، في الملعب بالإثبات.